السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ يا رب تكونوا دايما في احسن حال. النهاردة طبعا الصورة بتتكلم عن نفسها. هنعمل البرجر الفظيع. الفيديو ده منافسة لشركات البرجر كلها، وهتشهدوا بنفسكم من الطريقة البسيطة جدا والسهلة والطعم الحكاية. مفيش حد داقه الا وانبهر بيه جدا جدا جدا. ما تنسوش بس تشتركوا في القناة وتفعلوا زرار الجرس ولايك للفيديو وتعليق. يلا بينا نبدأ. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كده انا جبت نص كيلو بانيه. غسلته طبعا بمية وخل، ودلوقتي هقطعه قدام حضراتكم لقطع، يعني قطع عشوائي، مش بشيل بس الزيادات اللي فيه الاول، اللي هي مثلا بتاع الفراخ بيبقى سايب فيه حتة عظم صغيرة كده، فبشيلها طبعا. وبحط قطع البانيه على بعض، انا غسلها طبعا ومنضفاها كويس جدا. بحطها على بعض وبقطعها بشكل عشوائي، يعني مش بطريقة معينة، مش مثلا زي الشاورما بشكل معين او كده، لا بشكل عشوائي. بحط قطع البانيه كلها كده، انا بحطهم على بعض واقطعهم اختصارا يعني للوقت والمجهود طبعا. البرجر ده هتدوقوه فظيع فظيع فظيع. وكده بننافس بقى المطاعم بتاعت البرجر المعلبات اللي بتتباع في السوبر ماركت، وكمان بازوكا وكنتاكي وكل المطاعم دي. فتعالوا نشوف مع بعض الطريقة ازاي. هتوفر عليكي فلوس كتير جدا جدا جدا، وبدل ما تشتري واحدة برجر من بره، يعني اقل واجب هتبقى ب50 جنيه، اقل حاجة طبعا هتعمليها في البيت. بنص كيلو بانيه هيدي معاكي حوالي 10 قطع او اكتر كمان، على حسب سمك قطعة البرجر اللي هتعمليه. دلوقتي بعد ما قطعنا البانيه كله هنيجي في الكبة، وجبت بصلتين غسلتهم وهقطعهم بالشكل ده عشوائي برضو، وهضربهم يعني ايه، ناعم جدا جدا بالشكل اللي حضراتكم هتشوفوه ده. تنسوش لايك للفيديو دلوقتي حالا، وتعليق برأيكم، وبالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. دلوقتي البصل اللي اتقطع ناعم خالص، اتفرم ناعم، هحط عليه معلقة كبيرة من الدقيق، ومعلقة كبيرة من النشا، ومعلقتين كبار من البقسماط. والبقسماط ده احنا عملناه في فيديو مع بعض، هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. فظيع. وبهارات الفراخ. وطبعا طقم التوابل ده انا اللي عاملاه بنفسي في البيت، وهنزل لكم فيديو ليه. خدنا من بهارات الفراخ دي، انا جايباها من العطار، بهارات دجاج. خدنا منها معلقتين صغيرين كده على الكبة، ومعلقة صغيرة فلفل اسمر ممسوحة، معلقة صغيرة ممسوحة. تنسوش تشتركوا في القناة، لان ده بيدعمني جدا وبيشجعني ان انا انزل لكم فيديوهات اكتر. ومعلقة صغيرة هرمية كده من الملح. هننزل بقطع البانيه اللي احنا قطعناها مع بعض. ده انا ما عملتش نص البانيه كله، يعني شلت منه قطعتين بره وعملت الباقي، وطلع معايا 10 قطع حلوين، يعني كنت عاملاها سمكها حلو. وطبعا البيضة دي اللي بقى اللي بتنقله في حتة تانية خالص. فرمته بقى على الكب، فضلت افرم واقف افرم واقف افرم واقف. في التكة دي بقى هعلمك حاجة. لو ما عندكيش المكبس ده بتاع البرجر، جبت طبق زي ما انتوا شايفين كده صغير، او طاجن صغير المتوفر عندك، وجبت غطا علبة زبادي، قطعت الاطرف بتاعتها وحطيت، لبست الكيس للطاجن زي ما حضراتكم شايفين. وخدت قطعة من الخليط ده وحطيتها في الطاجن، وهبتدي ان انا بس ايه افردها بايدي، وهحط الحل الفظيع ده في غطا علبة الزبادي فوقيها، وابتدي ايه اسويها بايدي، اسويها كويس جدا. جبت بقى سرفيس عندي كده، او اي طبق تحبي يعني طبق يكون واسع شوية، او صينية تفردي فيه بس، ودهنته بالزيت عشان البانيه ما يلزقش فيه. بس هشيل غطا علبة الزبادي. خلي بالك كويس جدا، لان وانتي بتعملي بغطا علبة الزبادي ده ممكن يضيع منك. شايفين المنظر؟ تحفة تحفة. ممكن يضيع منك لانه شفاف، فكتير احطه على الرخامة واقعد ادور عليه. فركزي كويس جدا وانتي بتعملي، او انت بتعمل طبعا، يعني الطبخ للجميع. بس فبغطيها، يعني ركزي كويس جدا انتي بتحطيه فين عشان ما يضيعش. ما تنسوش كومنت بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. دلوقتي هطلع، يعني عملت معاكم اتنين كده تشوفوهم،
وبعدين هعمل الباقي على السريع جدا ونكمل بقية الوصفة مع بعض. لو طلع معاكي اطراف زيادة كده عادي جدا، يعني ضميها عليها شيليها، انتي وحريتك يعني. البرجر ده يعني بصراحة كل اللي دقوا عجبه جدا جدا، وعملوا لي اختبار بقى اهلي انا. جابوا في نفس الوقت برجر من بره وراحوا قارنوا ده بده، فطبعا قالوا لي البرجر بتاعك اللي يكسب، وده كان يعني تشجيع حلو جدا ليا. بس نكمل مع بعض الطريقة. يبقى انا كده كسبت التحدي اللي بيني وبين الشركات بتاعه البرجر. بس هنسويها مع بعض. كملت الكمية كلها بالشكل ده وبالطريقة دي. على فكرة انت تقدروا تعملوه وتخزنوه وتسحبوا منه براحتكم جدا في الفريزر. تجيبي علبة من اللي هي علبة او طبق فل، وتحطي كيس فيها من تحت، وتحطي طبقة برجر وكيس تاني عليه كيس المطبخ، اقطعي كيس نصين، تحطي الكيس وتحطي زي ما قلنا بتحطي الطبقة الاولى وتحطي عليها كيس، وبعدين طبقة تانية من البرجر تحطي كيس، وهكذا لحد النهاية خالص، وفي الاخر بتغلفيهم كلهم بكيس. ده منظر البرجر بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. طريقة سهلة جدا، مفيش اسهل من كده. وعلى فكرة مش هتلاقوا طريقة خالص 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 على اليوتيوب للبرجر بالشكل ده، او اصلا مفيش طريقة يعتبر، لان انا دورت كتير جدا ملقتش، فافتكست الطريقة دي. فدي بقى افتكاستي انا، طريقتي انا، ويعني ايه حصري عندي. على فكرة تقدروا تعملوه ببواقي الفراخ اللي عندكم بنفس الطريقة. عندي دلوقتي هنعمل صوص بقى كده نظبط بيه الساندوتش. جبت كام كيس كاتشب، فضيتهم كلهم برضو في طبق صغير. الكمية على حسب ما تحبي، وعلى حسب طبعا عدد السندوتشات اللي هتعمليها. وكيسين مايونيز كده، او برضو على حسب الكمية اللي انت عايزاها. ده صوص بقى ايه، مش لما تخشوا المطاعم كده يقولك صوص معين كده، وصوص وصوص، وتلاقي كمية صوصات تتوهي بينها كده. ده بقى صوص حلو جدا، لما الاتنين المايونيز والكاتشب بيتحطوا على بعض بيدوا طعم فظيع. دلوقتي بقى الايه التشكيله بتاعت السندوتش، شايفين منظرها بعد ما اتقلت عامل ازاي؟ والله العظيم فظيع جدا. فدلوقتي جبت الكايزر وقوطه، وجبت الجبنه اللي هي الشرايح دي، والصوص بتاعنا ده هندهن طبقه من الصوص. في حاجتين مهمين جدا وحطينا البرجريه الفظيعه. حاجتين مهمين جدا انا نسيتهم، في حاجه منهم ما كانتش متوفره عندي، وفي حاجه نسيتها، شرايح البصل الاحمر فظيعه، دي اللي انا نسيتها. الحاجه اللي ما كانتش متوفره عندي الكابوتشي او الخس، بينقل السندوتش في حته تانية خالص. حطينا طبقه تانية من الصوص، وحطينا عليهم قطعه من الطماطم، وشوفوا بقى منظر السندوتش، حاجه فظيعه. يعني اعملي كده 10 قطع ولا اكتر من كده، ممكن يدي معاكي 15 قطعة، طعمه فظيع. يدي معاكي 15 قطعة وعيشي بقى. ده المنظر النهائي للسندوتشات، وبألف ألف هنا وشفا، والسلام عليكم ورحمة الله.